ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. شايفين الطبيخ الاحمر وجماله؟ معانا بطاطس وفاصوليا ولسان عصفور ورز ولحمه محمره وملوخيه وعيش بيتي. تعالوا بينا نشوف الجمال ده. شايفين شكل الاكل؟ ما شاء الله. شايفين البطاطسية سليمه ازاي؟ ولا مهريه بقى ولا اي حاجه، البطاطسية سليمه. شايفين؟ والرز مفلفل وجميل واللحمه متحمره. شايفين شكل الفاصوليا؟ شايفين شكل الاكل عامل ازاي؟ تعالوا بينا نشوف عملنا الحاجات دي ازاي. نسمي بسم الله كده ونبدأ. بسم الله. معانا حلة فيها معلقتين من السمنة. هندي كده اللحمة بتاعتنا صدمة. نبتدي نقلبها تقليبة. وهنضيف لها ملح، هنضيف لها، لا سوري، ملح لا. هنضيف لها فلفل اسمر وورق لوري وعود من القرفة والسبع بهارات ومكعب من المرقة. نقلب الكلام ده كله كده مع بعض في قلب الحلة. يتشوحوا لهم كده تشويحة بالشكل ده كده. وهرجع اضيف لهم بصلايه مبشوره. هفضل الاول اقلب بس لغايه ما اللحمه تغير لونها، تاخد الصدمه بتاعتها. واضيف كده البصلايه معايا تتشوح معاها تشويحه. والناحيه التانية الميه اللي ايه اللي هسقي بيها اللحمه دي، اللي هي هتبقى شوربه يعني. هي بتغلي لازم الميه تكون مغليه. نقلب كده لغايه ما اللحمه كده تغير لونها وتاخد الصدمه بتاعتها في البهارات والبصلايه، عشان اللحمه نفسها تتطعم كده. هنا كان عندي حتتين تاني حطيتهم وقلبتهم وشوحتهم. نقول بسم الله كده وندلق. لازم المية كده تكون سخنة عشان ما تعملش معايا ريمة وتبوظ الشوربة. كده زودتها بالشكل ده. مش هضيف لها الملح دلوقتي غير لما تخش في السوا. ده البوكيه جرنيه بتاع الشوربة. جزر وفلفل وبصل وطماطم. هنضيفه كده على الشوربة بتاعتنا ونسيبها بقى مع نفسها. ريحتها ما شاء الله اللهم بارك كانت فظيعة. معانا هنا الحلة دي فيها معلقة فيها زيت، وهنحط لها البصل. دي الصلصة. هنحمر البصل. الصلصة العادية اللي انتوا عارفينها. بنحط زيت ومعلقتين من الدهنة. اللي مش حابب يحط زيت وسمنة، زيت بس. احنا بنحب الطبيخ بتاعنا بالدهنة. صفرنا البصلة هنطشها كده بالطماطم. هنضيف لها ملح ومعلقة من السكر. كده السكر وملح. لما باجي احط فيها بقى الطبيخ وكده بقوم مزوده لها فلفل اسمر والبهارات بتاعتها. كده اللحمة الناحية التانية. ونعمل مع بعض بقى الرز. والصلصة كانت اتسبكت. هنا انا شلت معلقة سمنة عشان احط مكانها معلقة زيت، عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل. ده رز ابيض. هسيح السمنة كده في الزيت. اما بيبقى بسمنة بس بتحس ان هو ماسك في بعض، اما يبقى سمنة وزيت او زبدة وزيت فبيبقى مفلفل معاكي. هنفضي كده الرز ونشوحه. كده احنا اللحمة على النار والصلصة اتعملت، وكده بنبتدي في الرز. هنشوح الرز كده، نخلي الرزية كده تتغلف بالسمنة وتتشوح خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضفنا للرز الملح ومعلقة من محسن الطعام بالشكل ده كده. ونبتدي بقى نشوح فيه. نغلف الرزاية خالص بالسمنة ونخليها تتفلفل خالص كده عشان ما تعجنش معانا اما تستوي.
كملوا معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واكتبوا لنا تعليق حلو زيكم. شايفين الرز اتفلفل معايا ازاي؟ هنضيف بردك الميه المغليه، مقدار الميه بقى حسب الرز عندك. من عصر الخميس لعصر الجمعة، طول ما انتوا قاعدين صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده مظبوط مقدار المية مع الرز. تعالوا بينا نشوف الفاصوليا. معانا فاصوليا وبصلاية مبشورة عليها 7 بهارات وفلفل اسمر و... ومعلقتين من السمنة عشان نشوح فيهم الفاصوليا. هنسيح كده السمنة، نقلب فيها كده البصلاية بالبهارات بتاعتها تدبل بس كده، وانزل عليها بالفاصوليا. الفاصوليا شايفين خضرة وصبحة ازاي؟ شكلها ما شاء الله جميل. نقعد بقى نقلب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما الفاصوليا تتشوح خالص، تاخد من طعم التوابل من طعم البصلة. كده شكل الصلصة عشان هنسقي بيها الفاصوليا. كده كانت الفاصوليا اتشوحت معايا، انا قعدت شوحتها شوية. هسقيها بقى بالصلصة المتخففة شوربة. الصلصة دي انا مخففاها شوربة اهو بالشكل ده كده. هزودها شوربة كمان واسيبها بقى تستوي على نار هادية. احط لها مكعب من المرقة حسن الطعم معايا. اغطي عليها بقى واسيبها تستوي على نار هادية مش على نار عالية. وهنا معانا صلصة نحط عليها بطاطساية، نزودها كده كبشتين من الشوربة. شايفين شكل الشوربة اللهم بارك عامل ازاي؟ كان طعمها مسكر وجميل. هقرب كده الحلة معايا عشان ازودها كبشتين 2. هي الصلصة خفيفة واحطها هي كمان ايه تستوي على النار. كده عملنا الرز واللحمة اللهم صل على سيدنا محمد والبطاطس والفاصوليا. نعمل بقى معانا اللسان عصفور. فاضل كده اللسان عصفور والملوخية. اللحمة انا اللحمة نعينتها من الشوربة وحطيتها في حلة، حطيت عليها معلقتين من الدهنة. اللي مش حابب دهنة يحط معلقتين من السمنة. حطيت لها وحطيتها في الحلة دي وحطيت لها معلقتين سمنة او دهنة. وحطيت لها فلفل اسمر و7 بهارات ومحسن طعام. وحطيت لها كبشتين شوربة وسبتها ايه تتشوح كده تشويحتين على النار. شايفين شكل لسان عصفور؟ ما شاء الله كله لون واحد. نسقيه بقى كده بالشكل ده، نحطه يستوي كده. مش هيبقى فاضل معانا غير الملوخية. اللحمة حطيناها تتحمر والفاصوليا اتعملت والبطاطس اتعملت والرز. وادي اللسان عصفور على النار اهو. هيغلي غلوتين واطفي عليه واسيبه متغطي. اوريكم هنا الرز بقى اما اتشرب ازاي، كان مفلفل وجميل ولا معجن ولا اي حاجة. شايفين ما شاء الله. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ كده كنت وطيت عليه اسيبه واطي شوية كمان لغاية ما يستوي.
دي بقى الشوربة الملوخية، كنت حاطه لها مكعب من المرقة. هطفي العين كده عشان ما تغليش معايا وتبوظ. هقلب كده الشوربة بالملوخية. بتحاولوا ما تخلوش الشوربة بتاعت الملوخية زايدة قوي، وتيجوا بعد ما تحطوا الملوخية تلاقوها ايه سقطت منكم. لا، خلوها مظبوطة، وان حبيتوا تزودوا كبشة شوربة عادي مفيش مشكلة. انما لما تبقى زيادة من البداية هتلاقوها ايه سقطت منكم. هنا معانا معلقتين من الدهنة او السمنة حسب ما انتوا حابين، ومعلقة من التوم، ونص معلقة من الكزبرة. واقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما التوم يصفر معايا عشان نعملها ايه طشة للملوخية. شايفين لونه بقى ذهبي معايا ازاي؟ بسم الله، وانزل على الملوخية. سلام على ريحة الطشة. سلام على ملوخية ام حسن. هو ده الكلام. شايفين شكلها ما شاء الله، ولا سقطة ولا اي حاجة، وكان طعمها تحفة. هنا بقى غرفنا الاكل مع بعض، اللسان عصفور والبطاطس والرز واللحمة والفاصوليا والملوخية. وكمان طلعنا رغيف من العيش البيتي. شايفين شكل اللحمة وهي متحمرة، والبطاطس مش مهرية ولا اي حاجة، البطاطسية سليمة. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ شايفين الفاصوليا جميل ازاي؟ الفاصوليا اهي طعمها ما شاء الله جميل. شايفين الرز مفلفل ازاي مش معجن ولا ملتوت. بقول لكم الاكل مظبوط، وربنا يحسن ما بين ايديكم.